تبغاه. فراحت إلى خديجة قالت: يا خديجة، وافق محمد على الزواج منك. نادت عمها أن يأتي، لأن أبوها ميت، أبوها مات في حرب الفجار خديجة وهو وليها، وهذه مهمة: زواج مسيار، زواج مصياف، زواج مسياح، زواج مدري ايش، ولي، شهود، أركان الزواج متوفرة ولا لا؟ هذا زواج شرعي، وسمه بعدين اللي تبي. ما في أركان زواج نقول لك هذا كلام فاضي، وهذا زنا مغلف. ولذلك تعال يا عم أنت الولي. راح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أعمامه، وجو وتقدموا عمه أبو طالب وبقية أعمامه وأولموا، ودخل النبي على خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا تزوج بها النبي في فارق سن، اختلف العلماء في عمر خديجة، لكن المشهور أن عمرها 40، أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 25 وعمرها 40 سنة، وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت العلاقة الزوجية